اهلا وسهلا، حياكم الله. في البدايه طبعا يعني هارد لك خسارتكم اليوم، وكيف رايت مستواكم؟ هل هو كان مقنع وذهبت المباراه لمن يستحق؟ والله اول شيء الحمد لله طبعا على كل شيء. الحقيقه قدمنا مباراه كبيره، كنا احنا الفريق الافضل من خلال الشوطين. جاتنا فرص كثير ما استغليناها، ما كان في توفيق، يمكن كان في استعجال قدام الباب لحسب النتيجه، حتى ضربه الجزاء كمان ضاعت مننا. ولكن اجمالا انا راضي عن الاداء الفريق، ما قصروا اللاعبين، سووا اللي عليهم، ولكن ما كان في توفيق لظروف معينه. ولكن الحمد لله على كل شيء، هذه حال الكوره، مباراه الكؤوس لازم نسجل فيها. اليوم احنا ما سجلنا، ولهذا السبب احنا ما تاهلنا الدوري الاربعه. جميل. انا الحمد لله على كل شيء. يعني انا ودي افتح معك حقيقه يعني محور جديد، هو الحديث عن التحكيم. يعني التحكيم في هذه البطوله السعودي ما عدا مباراه الاهلي والنصر. هل انت يعني ما رايك في هذه الخطوه؟ والله احنا موضوع التحكيم احنا من بدايه الموسم يعني ما كان عندنا اي نقد لاي تحكيم، بالذات التحكيم السعودي، لان احنا لازم نوقف مع الاخوان الحكام السعوديين طبعا. لكن اليوم يمكن انا قبل شويه كنت في قناه شقيقه وبتابع التحليل التحكيمي للمباراه، وقالوا فعلا انه في اخطاء، يعني اخطاء كبيره فعلا مؤثره، ضربتين جزاء لنا، زائد انه ضربه الجزاء اللي ضاعت لازم تعاد، لان الحارس يتحرك قبل تنفيذ الضربه. فاخطاء جدا مؤثره هذه. ولكن انا شخصيا طبعا ما اخذت عهد على نفسي من بدايه الموسم ان ما انتقد على التحكيم. في المقابل الم يكن هناك اخطاء ايضا لصالحكم واخطاء ضد نادي الشباب؟ اليوم اخطاء مؤثره للشباب ما كان فيه، كل الاخطاء المؤثره كانت ضدنا. لكن طبعا الحكم عبد الرحمن العمري حكم معروف ومشهود لي بالكفاءه، يمكن اليوم ما كان في يومه، الله اعلم شايف كيف. ولكن يعني التحكيم جزء من اللعبه، لازم نتقبل كل ما في اللعبه من المؤثرات. جميل. دعني استثمر وجودك استاذ عبد المعطي كعكي معنا في برنامج في الثمانينات، ونتحدث عن ربما هناك يعني حديث عن وفاق يعني بينك وبين الاستاذ مناح الدعجاني، هل هذا صحيح؟ والله الحمد لله ما في حاليا ما في اي مشكله ان شاء الله. طبعا الموضوع ده اخذ اكبر من حجم كثير. طبعا اهم شيء الكيان الوحداوي، النادي، هو اذا النادي ماشي بالطريق الصحيح، هذا هو اهم شيء عندنا من الاشخاص. احنا كاداره، انا كرئيس نادي الان موجود، يمكن السنه الجايه ما اكون موجود، ولكن احنا احيانا لازم نضحي او نحط يدنا في يد بعض لمصلحه النادي. استاذ عبد المعطي وضح لنا النقطه هذه، هل انت تنوي تقديم الاستقاله والابتعاد؟ انا نعم. لا الحمد لله. طبعا احنا اداره مكلفه لمده عام، وقبل قريب اصدر سمو سيدي الرئيس العام قرار بتمديد التكليف، واحنا مستمرين ان شاء الله الموسم القادم على الاقل 6 اشهر قادمه، ابتداء من شهر 6 بالعربي. فاحنا مستمرين ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله يكون في تطوير لنادي الوحده باذن الله. هل تعتقد انه انتهاء التكليف في نص الموسم يصب في مصلحه الكيان الوحداوي؟ والله القرار من الرئيس العام طبعا امير الرياضه الامير سلطان بن فهد، اللي هو بتمديد فتره التكليف لمده 6 اشهر. انا اشوف انه قرار فعلا حكيم. كان في استقرار الحمد لله، استقرار نقدر نقول اداري وفني، وقرار التمديد قرار حكيم، لانه يعني يعطي فرصه لمزيد من الاستقرار ومزيد من العمل في جو صحي ان شاء الله. جميل. يعني أنت من وجهة نظرك أنه انتهاء التكليف في نص الموسم من صالح الكيان الوحداوي؟ احنا ما عندنا الاستقرار هو أهم شيء في الأمور هذه كلها. طبعا التمديد أفضل من أنه والله انتهي اللي هو موسم التكليف وبعد كده يكون في انتخابات أو تكليف آخر، ولكن التمديد هو امتداد للاستقرار اللي حاصل السنة هذه إن شاء الله، امتداد لموضوع الاستقرار للنادي ان شاء الله. جميل. اذا الاستاذ عبد المعطي كعكي شكرا جزيلا لك ولمداخلتك. حديث بايجاز لانه يعني نريد ان ندخل